ان شاء الله هننفذ مع بعض شكل الكريز القمر ده بكل سهولة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنستخدم الخيوط ديت وابرة مقاس 3 عشان نعمل الكريز. يلا بينا. في البداية كده هنبدأ نستخدم ابرة مقاس 3. هنبدأ نلف الاول، نعمل الدايرة السحرية، بنرسم شكل اكس كده على صباعنا، وبنبدأ نسحب الخيط بالشكل ده كده. كمان مرة بنلف الخيط على شكل علامة اكس، وبيبقى من صباعنا من فوق صباعنا كده علامة يساوي. بندخل تحت الخيط الأول، طرف الخيط الأول، وبنطلع بالإبرة على طرف الخيط التاني، وبعدين بنسحب وبنلف الخيط اتجاهنا ونرجع نجيب باقي الخيط من ورا، ونبدأ نعمل أول غرزة بالشكل ده كده. احنا عملنا دايرة سحرية سهلة جدا وبسيطة، بتتوسع طبعا وبتتضيق بالشكل ده، هنضيقها شوية. هنبدأ نشتغل داخل الدائرة السحرية عدد من غرز الحشو كده 1، وبعدين هندخل تاني داخل الدائرة بالشكل ده كده. أتمنى تكون وضحت. 2، وبعدين نبدأ 3، 4، 5، 6. يبقى بنشتغل داخل الدائرة السحرية 6 غرزة حشو بالشكل ده كده. اشتغلنا 6 غرزة حشو. هنبدأ نسحب طرف الخيط ونضيق الدايرة السحرية لغاية ما بنقفل خالص على الغرز بالشكل ده، ونظبط الوضعية بتاعة الغرز. هندخل في داخل أول غرزة حشو وبنبدأ نسحب منها منزلقة، ندخل كده ونسحب منزلقة كده. هيبقى احنا قفلنا الدايرة بتاعتنا بالشكل ده، شايفين كده. بعدين بنشتغل السطر التاني، بنبدأ نرتفع سلسلة وبندخل داخل كل غرزة، وبنشتغل 2 حشو داخل كل غرزة. بنسحب كده بالشكل ده 2 حشو كده، اول غرزة حشو، وفي نفس المكان نفس ذات المكان بنسحب تاني غرزة حشو بالشكل ده. اتمنى تكون وضحت. وهنمشي بالشكل ده على ست غرزة حشو. فوق كل غرزة هيبقوا 2، يعني لو حسبنا العدد الإجمالي للغرز في السطر التاني هنلاقيهم 12 غرزة حشو. فوق كل واحدة بنمشي 2 2 كده 1، وفي نفس الغرزة بنشتغل 2. بالشكل ده بالشكل ده. بعد ما خلصنا كل الراوند كده بندخل نقفل منزلقة فوق أول غرزة حشو هنا اهو، بندخل ونسحب منزلقة كده. يبقى احنا خلصنا السطر التاني أو الراوند التاني. بنرتفع سلسلة وبنبدأ ندخل في أول غرزة ونشتغل حشو، وبعدين الغرزة اللي بعدها بنشتغل برضو حشو. فوق كل غرزة بنشتغل 1 غرزة حشو، مش بنشتغل تزايد في الراوند ده. بالشكل ده كده فوق كل غرزة بنشتغل حشو. وده ليه؟ لان احنا عايزينها تدينا الشكل التقويصة او الشكل المدور اللي هيبقى معانا في النهاية، لكن لو عملنا زيادات مش هتبقى مظبوطة. شايفين كده كده. بعد ما خلصت السطر كله برضو هنقفل منزلقة فوق اول غرزة حشو اشتغلناها كده اهو، وبعدين بنرتفع سلسلة وهنشتغل كمان السطر ده كله بغرز الحشو الفردية. يعني ايه؟ يعني فوق كل غرزة حشو في السطر اللي قبل كده بنشتغل فوقيها غرزة حشو كمان.
شايفين بدأت تتقوس معانا القطعة ازاي؟ بالطريقة دي هتبدأ تتكور معانا وتدينا شكل الكورة. شايفين؟ دلوقتي هنبدأ نعدل القطعة لان هي بتتقوس، لكن على الشكل المقلوب بتاعها هنبدأ نعدلها على شكل الغرز الحشو المظبوطة بالشكل ده كده. وهنكمل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو كمان. ودلوقتي هنقفل منزلقة داخل اول غرزة حشو. شايفين كده هنا اهو هنبدأ نقفل بمنزلقة وكده. يبقى احنا اشتغلنا سطرين من غرزة الحشو، سطرين اتنين. شايفين الشكل كده اتقوس ازاي؟ بدأ يبقى معانا مظبوط زي ما احنا عايزين بالظبط. دلوقتي هنبدأ نشتغل السطر ده، هنشتغله تناقص. يعني ايه؟ يعني هنشتغل واحدة غرزة حشو والغرزة اللي بعدها واحدة، وهنيجي على الغرزة التالتة والرابعة وهنشتغلهم تناقص. هنسحب كده اهو وما نقفلش بحشو، لا هنثبتها كده بصبعنا وهنرجع ندخل في الغرزة اللي بعدها ونسحب. هيبقوا 3 لفات على الخيط بالشكل ده. هنسحب ونطلع من التلاتة كده. يبقى احنا اشتغلنا اول تناقص معانا في السطر ده. نرجع نشتغل 2 حشو كده، 1 2، وبعدين نشتغل في رقم 3 ورقم 4 تناقص هنا وهنا كده تناقص. ندخل ونسحب الخيط وبعدين نرجع ندخل في الغرزة اللي بعدها ونسحب الخيط. وبيبقى 3 لفات على الإبرة، بنسحب الخيط من ال3 لفات كده. يبقى اشتغلنا تاني تناقص في القطعة بتاعتنا. كل ما بنتناقص القطعة بتضيق معانا، وده هو اللي احنا عايزينه علشان نبدأ نعملها على شكل الكرة بتاعة الكريز. ده 1 فردي، 2 بالشكل ده كده وتناقص. شايفين كده؟ ده بيبقى شكل المنزلقة اللي احنا بنشتغلها. وهنقفل بمنزلقة فوق اول غرزة حشو معانا بالشكل ده. ده بيبقى سطر المنزلقة. ده بيبقى شكلها عبارة عن خط صغير فاصل ما بين الغرز بالشكل ده كده. شايفين؟ ده الخط الصغير ده هو بيبقى شكل المنزلقة في الشغل بالشكل ده. هنبدأ نرتفع سلسلة ونسحب كده شوية من الخيط، وهنبدأ في الفترة دي نوسع كده القطعة بتاعتنا، نوسع الدايرة بتاعتنا، وهنبدأ نحشي القطعة بالفوق بالفايبر. نبدأ نحشيها كده، ناخد حبة ونبدأ نكورها كده بين ايدينا عشان ندخلها شوية مرتاحة وسهلة كده. وهندخلها داخل القطعة، نفضل نحشر فيها لغاية ما ندخلها ايه داخل القطعة بالشكل ده. شايفين كده بالشكل ده؟ نفضل نضغط عليها لغاية ما بندخل قطعة الفايبر كده من الداخل عشان نعرف نشتغل التقفيل او السطر اللي هو اللي باقي. نسحب كده الخيط على الابرة، نسحب كده الخيط على الابرة ونبدأ نحشر كده بصبعنا، نحاول نبعد الفايبر عن الابرة واحنا بنشتغل كده اهو. السطر ده كله هيبقى تناقص. يعني هندخل كده في اول غرزتين ونشتغلهم تناقص، الغرزتين اللي بعدهم كمان ونسحب تناقص. السطر كله
تناقص بالشكل ده. كمان الغرزتين اللي بعدهم تناقص. بنفضل نزق في الفايبر كده بعيد عن الابرة عشان ما يتسحبش مننا برا كده اهو. ندخل في اللي بعدها بالشكل ده. شايفين كده التلاتة، ونسحب منهم الخيط كده، هما التلاتة كده. كمان اللي بعدها نشتغل. شايفين تناقص كمان، يبقى سطرنا كله، السطر الاخير كله عبارة عن تناقص. زي كده الغرزة المنزلقة هنبدأ ندخل ونسحب منها دي كده، لا سوري، اخر غرزة حشو هنبدأ نسحب بعد كده. اللي بعدها على طول هو الخط الصغير ده هو المنزلقة. بندخل في اول غرزتين تناقص اخدناهم، وبنقفل منهم المنزلقة بتاعة السطر ده كده اهو. وبنرتفع سلسلة وبنمد حبة من الخيط كده، وخلاص كده القطعة خلصت معانا. كده اول كرزة كده خلصت. بنسحب حبة حلوين من الخيط كده عشان نقفل بيهم. احنا مش محتاجينهم غير بس في تقفيل الدايرة الصغيرة اللي اتبقت معانا من الكرز. شايفين الشكل؟ ادتنا شكل جميل ونفس التدويرة اللي احنا عايزينها كده اهو. هنعمل كمان واحدة شبه ديت كده، يبقوا الاتنين يعني الاتنين كرز بالشكل ده. وبعدين نشتغل الساق الاخضر مع بعض كده اهو. نشتغل مع بعض الساق الاخضر، نبعد كده لون احمر عشان نشتغل الساق الاخضر. هنبدأ كده نقيس الكمية بتاعة الخيط اللي عايزين نسيبها. هنبدأ كده نقيس قد شبر بالشكل ده. ومن بعد الشبر الخيط اللي احنا سايبينه هنبدأ نشتغل غرزة السلسلة. وبعدين بنمسك كده، شايفين كده غرزة السلسلة. بنبدأ نمسك طرف الخيط اللي احنا سيبناه في البداية وبنلفه حوالين الإبرة بالشكل ده. يبقى طرف الخيط اللي هو الشبر من الخيط اللي احنا سيبناه، وبنبدأ نلفه على الإبرة. وبعدين بنسحب من على الخيط اللي على ايدينا، نسحب كده اكننا بنعمل غرزة حشو. نرجع تاني بنلف طرف الخيط على الإبرة وبنسحب بالشكل ده، ونلف الخيط حوالين الإبرة وبنسحب. بنلف الخيط من اتجاهنا لبره كده حوالين الإبرة، وبنبدأ نسحب من الخيط التاني. شايفين طريقة سهلة مش صعبة، ومدية شكل مميز للساق بتاع الكريز كده اهو. شايفين سهلة جدا. بنبدأ نرتفع على قد الطول اللي احنا عايزينه للساق. على قد كمية الخيط هيدينا الكمية اللي احنا سيبناها في البداية اللي هي الشبر ديت. هتدينا قد كمية او قد الحجم اللي احنا عايزينه للساق. لو حابين نقص من الطرف، عايزين ان الساق بتاعها قصير، ممكن نقص عادي مفيش مشكلة، لكن انا حبيت المقاس ده بالشكل ده. وبعدين هنسحب الطرف بقى اللي كنا بنلفه حوالين الإبرة، دلوقتي هنسحبه هو في المنزلقة. شايفين كده بنسحب بالشكل ده كده. وبعدين بنربط الطرفين كزيادة تأكيد وتثبيت. بنربط الطرف الصغير مع الطرف الخيط الكبير، وبعدين بنقص الخيط. خلاص كده يبقى احنا اشتغلنا اول جزء بالشكل ده. شايفين نفس الحجم تقريبا، لان في حبة من الساق ديت هتدخل داخل بطن الكريز كده. هنشوف ازاي هنقفلها. هشتغل الساق التانية برضو. شايفين حبيت بس نشوفها مع بعض. بنفس الطريقة سيبنا شبر من الخيط، وبعدين بدأنا نشتغل
بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها الساق الأولى. بنسحب طرف الخيط وبعدين بنربط الخيطين لزيادة تأكيد على الخيط. شايفين نفس الطول، لان احنا سيبنا نفس كمية الخيط في الفرعين. لما تظبطي عدد كمية الخيط اللي انت بتسيبيها مهما اشتغلتي من قطع هيديلك نفس الشكل، لان انت ظبطت المقاس في البداية. بعدين هنسحب كده من بعد ما نربط، وهنبدأ نص حبة كده من الخيط بالشكل ده. يبقى اشتغلنا الساقين مع بعض وكده، وكمان اشتغلنا الكورتين. شايفين بالشكل ده؟ يبقى احنا اشتغلنا الكورتين بتوع الكريز وكمان السيقان اللي هندخلهم فيها. هنشبكهم من بعض، هنسيبهم كده دول كده على جنب، وهنبدأ نشتغل مع بعض الورقة بتاعة الكريز. بنلف الخيط وبنبدأ بسلسلة البداية، وبعدين بنرتفع 11 سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. شايفين بالشكل ده 11 سلسلة. بنلف الخيط وبنفوت اول 2 وبنشتغل في التالتة نص عمود، وبعدين بنشتغل في اللي بعدها كمان نص عمود بالشكل ده، وبعدين كمان نص عمود. بنشتغل في فرع من السلسلة نص عمود كده نفس الشكل كده. يبقى احنا كده اشتغلنا 3 نص عمود. بعد ال3 نص عمود بنشتغل واحدة حشو وبعدها واحدة منزلقة، وبعدين بنرجع نكرر اللي احنا اشتغلناه هنا من اخر حاجة اشتغلناها اللي هي الحشو. وبعد الحشو بنشتغل 3 نص عمود، 1 2 كده 3. يبقى احنا تمام ماشيين مظبوطين كده اهو. 1 2 3. يبقى احنا اشتغلنا نفس كده. العدد اللي اشتغلناه في هنيجي في الجزء السلسلة الأول، بقى رقم 3 بس وهنعمل هنيجي ايه؟ في الغرزة هنشتغل الأخيرة كمان ديت وهنشتغل فيها غرزة 3 نص حشو عمود. تزايدات بقى. كنا اشتغلنا هنشتغل واحدة وادي كده وكمان مرة هنيجي بس في 2، الفرع اللي وهنرجع قصادها. شايفين نشتغل في كده؟ نفس المكان اشتغلنا دخلة البداية 3. تاني كده. احنا نظبطها دي كده. كانت السلسلة رقم 3 يبقى اللي احنا اشتغلنا هنشتغل فيها داخل آخر تالت سلسلة غرزة حشو. فيها هنيجي بنشتغل نشتغل في 3 نفس نص المكان عمود، هنا عند نفس السلسلة. نلف احنا كده هنا في نفس وندخل المكان هندخل تاني كده في نفس ونشتغل ايه المكان كده. كمان يبقوا غرزة 2 نص نص عمود عمود. بالشكل ده. ثانية كده اهو. وبعدين نلف ونرجع تاني، نشتغل بيبقوا نص عمود. 3 في آخر طيب سلسلة. بعدين هنيجي في الفرع بتاع السلسلة شايفين ديت كده كده، في وهندخل الفرع اللي هنا اهو قصادها في على الفرع طول الصغنن خالص ده هنا. ايوه كده. ونشتغل بنشتغل. برضو يبقى في الفرع نص التاني عمود من السلسلة كده. بنكمل احنا هنعد من الجنب الجنب التاني بقى. التاني عشان دي بالنسبة نكمل لنا شكل أول الورقة غرزة مظبوط. نص عمود في الجنب وبنرجع التاني. نشتغل كمان بعدين هنشتغل في 2 قصاد كل عمود، نشتغل قصاده من الجنب كده التاني سوري، 3. قصاد كل نص عمود بنشتغل قصاده نص شايفين عمود بالشكل ده. كده بالشكل ده كده. اشتغلنا 3 نص عمود. دول كده 3. هنيجي عند نيجي عند رقم 4 غرزة الحشو ونشتغلها وهنشتغل حشو. برضو قصادها طبعا احنا بنمشي غرزة على حشو خيط البداية معانا كده حشو. بالشكل ده. وهنيجي قصاد وبعدين المنزلقة بنيجي عند الغرزة وهنشتغل رقم برضو 5 قصادها في الفرع وبنشتغلها التاني منزلقة. منزلقة تمام كده اهو. ندخل بالشكل ده. نسحب نشتغلها منزلقة، منزلقة وبنيجي بعد كده وبعدين بعد هنا اهو المنزلقة هيقابلنا نص نشتغلها عمود حشو. سوري حشو. هنشتغل حشو وبعدين هنشتغل ال هنشتغل النص عمود كده
داخل الغرزة. نسحب كده نص عمود، وبعدين نرجع نسحب نص عمود كمان، وداخل اخر نص عمود بنشتغل 2 عمود، لان احنا كنا شغالين عمود في في بداية القطعة خالص، كنا شغالين عمود نص عمود، نرجع نشتغل 2 عشان يبقى عدد النص عمود اللي فيهم في الجنب ده قد الجنب الناحية التانية، 3 من اخر غرزة و3 في بداية الغرز. بعدين بنبدأ نعد 3 سلاسل وبنقفل في السلسلة التالتة منزلقة بالشكل ده. ادي 1 2، بنقفل في التالتة بمنزلقة كده اهو، نرتفع سلسلة كده. يبقى احنا شكل الورقة بتاعتنا خلاص خلصنا. الشكل سهل جدا ما بياخدش وقت. دلوقتي شايفين كده، وكمان الشكل مظبوط من قدام ومن ورا بالشكل ده. نبدأ نسحب مسافة كده من الخيط، وخلاص كده خلصنا شكل الورقة. بنبدأ دلوقتي نشبك الأطراف بتاعة الكريز اللي هي السيقان في الورقة، وبعدين بنشبك الكريز داخل السيقان. فيلا بينا. كده بنبدأ نجيب الورقة بالشكل ده، وبتمسك فرع من خلال الخيوط اللي احنا سيبناها. هنبدأ نربطها في اكتر من طريقة ان احنا نوصل بيها الخيوط ديت، بس انا بصراحة استسهلت فقلت ان انا اربطها من الاطراف، هيبقى اسهل ليا، وخصوصا ان احنا هنخيطها بعد كده في جاكيت. ممكن بعد كده نحط لها شمع نثبتها اكتر. هنفضل نربط كده، نثبت الربطة كويس بالشكل ده كده. نحاول نثبت الربطة كويس على قد ما نقدر. فكرت في اسهل طريقة، لقيت ان اربطها كده هي اسهل حاجة. ممكن برضو انا غلطت هنا وسبت حبة صغيرين من الخيط، ممكن نسيب حبة اطول من كده. انتوا لما تيجوا تنفذوا الشكل سيبوا برضو اطراف للربط بتاعها اطول من كده شوية. شايفين كده. نظبطها بس كده، ونربط. طبعا نراعي ان احنا نربط من نفس الاتجاه عشان ما يبقاش واحدة معكوسة، ونربط على ظهر الورقة مش على الوش كده. كده بعد ما خلاص ثبت الطرفين بالشكل ده، ثبت الفرعين بتوعها، هنبدأ ندخل الحاجات دي كده داخل البتاع الأخضر. هنبدأ في البداية نبدأ نوسع كده لنفسنا بالإبرة. شايفين كده بنوسع علشان نعرف ندخل الفرع داخل الكريز بالشكل ده، ونبدأ بظهر الإبرة نحشره كده وسط الفايبر عشان يتثبت كويس معانا كده اهو. نحشر على قد ما نقدر، نحشر حبة حلوين يعني كده، علشان نبقى بس مطمنين ان احنا ثبتنا القطعة بتاعتنا كويس وظبطنا الشكل بتاعنا بالشكل ده كده كده اهو. هنبدأ نجيب إبرة التنظيف ونلضمها داخل الخيط الأحمر علشان نبدأ التقفيل بتاعنا كده. بندخل فين؟ بندخل في الفرع بتاع الغرز،
وبنسحب كمان معانا جزء من الفرع الاخضر، نرجع ندخل في الفرع الاحمر تاني بالشكل ده، ونسحب ونشد كده، ندخل بعديها الغرزة اللي بعدها ونسحب معانا طرف من الفرع الاخضر علشان يثبت معانا كويس بالشكل ده كده اهو. اهم حاجة ان احنا نسحب جزء من الفرع الاخضر عشان نبقى مطمنين، حتى لو اتشدد بالغلط باي طريقة ابقى مطمنة ان شغلي متثبت كويس، شغلي مظبوط معمول بطريقة مظبوطة، ومش هقلق انها تفلت في اي وقت، لا انا ثبتها كويس. شايفين كده؟ وبنبدأ ندخل بالابرة وسط الفايبر كده بالشكل ده كده، نسحب، نبدأ نتوه الخيط كده وسط الفايبر. هي بتبقى شديدة شوية، بس بتبقى مطمنة على شغلك ان انتي مقفلاه مظبوط، مش هيفلت بكل سهولة. شايفين كده؟ وكمان نبدأ نظبط الشكل برضو اثناء ما احنا بنشتغل، نظبط الشكل بايدينا كده اهو بالإبرة العادية. وهنبدأ نسحب بواقي الخيط الأحمر اللي اتبقت، احنا كده ثبتناها كويس، فخلاص مش عايزين باقي الخيط ده. هنبدأ نحشيه داخل القطعة كده اهو، نسحب، نرجع نخرج تاني بالإبرة ونبدأ نسحب طرف الخيط الأحمر وبنحشيه وسط الفايبر كده من الداخل. خلاص احنا مش محتاجينه تاني، فاحنا بننضف الخيط بالطريقة ديت كده اهو. شايفين نضفناه ازاي؟ احاول بعد كده اسحب الإبرة، هي تقريبا شبكت من كتر ما بسحبنا بيها خيط. نحاول نطلع اهي شبكة في خيط، مش مشكلة، ندخل في اي مكان تاني في اي غرزة، وبنبدأ نسحب قطعة الخيط اللي طلعت ديت كده اهو. شايفين الشكل اللي بقى مظبوط ازاي معانا؟ نبدأ بقى نظبط الشكل كويس، وضعيته بايدينا، نظبط وضعية الشكل كده. شايفين شكلها جميل جدا، كيوت خالص. هنبدأ نركب الكرزة التانية بنفس الطريقة، بنوسع وبعدين بنبدأ نحشر الساق داخل الكرزة نفس الطريقة اللي احنا قفلنا بيها الكرزة الأولى كده. بعد ما خلصنا، شايفين الشكل معانا ازاي؟ كده الشكل بكل سهولة خلصنا مع بعض. أتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم، ما تنسوش تعملوا لايك، ومع السلامة.